إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الفتح على إيد داهية العرب، داهية الدهاة، عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص قبل اسلامه كان صاحب تجاره كبيره جدا، وكان صاحب راي، وقريش كانت بتستعين بعمرو بن العاص في ارسال الرسائل للبلاد المجاوره. وبعد اسلامه كان مستشار للغزوات الاسلاميه، وكان المسلمين بيستشيروا عمرو بن العاص في وضع الخطط للغزوات الاسلاميه، واهمها فتح الشام. تعال ناخد جوله في حياه عمرو بن العاص قبل اسلامه وبعد اسلامه، ولحظه اسلام عمرو بن العاص، وايه هو دوره في الفتوحات الاسلاميه في شبه الجزيره العربيه كلها. بس قبل ما نتكلم عن عمرو بن العاص، تعال نسلط الضوء شويه على ابوه العاص بن وائل السهمي القرشي، ودوره في معاداه الدين الاسلامي، وازاي حارب المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم. كان العاص بن وائل السهمي القرشي من اكثر الناس معاداه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يجي سيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فانه رجل ابتر لا عقب له، فاذا مات او هلك انقطع ذكره. فنزل فيه قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكان العاص بن وائل هو الأبتر. كان العاص له عبد اسمه الخباب، والخباب كان من أول الناس اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية ظهور الدعوة. والخباب كان له دين عند العاص، فجه مرة قال للعاص: أنا عايز الدين بتاعي. فقال له: لا أعطيك دينك حتى تكفر بمحمد. فرد عليه الخباب قال له: لا أكفر حتى يميتك الله. فرد عليه العاص وقال له: لما أموت وأبعث هيكون لي المال والبنون والولد، هبقى أدي لك الدين بتاعك. فنزل فيه قول الله تعالى في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. العاص بن وائل كان له ولدين، هشام بن العاص وعمرو بن العاص. هشام بن العاص سبق عمرو بن العاص في الإسلام وأسلم مع بداية ظهور الدعوة، ولكن كان كاتب إسلامه عن أبوه العاص بن وائل، لأن العاص بن وائل دوت كان بيعذب المسلمين، وكان بيعادي الدين الإسلامي، وكان بيعذب أي حد يدخل في الدين الإسلامي. فازاي هو بيعذب في المسلمين ويسيب ابنه هشام بن العاص يأسلم؟ فلما سمع ان هشام بن العاص اسلم قرر ان هو يحبسه ويعذبه، وبدأ يتفخر ان هو حابس ابنه ومعذبه علشان يظهر معاداته للدين الاسلامي. ولكن هشام بن العاص قدر ان هو يهرب من ابوه وقرر ينضم للمسلمين. كان معروف على هشام بن العاص بنصره وثباته وصبره في جيش المسلمين. نيجي بقى لبطل الفيديو النهارده وهو عمرو بن العاص. عمرو بن العاص زي ما قلنا ان هو كان صاحب تجاره كبيره جدا، والتجاره بتاعته كانت بتتمركز في الحبشه، فقدر ان هو يكون صداقه بينه وبين ملك الحبشه اللي هو النجاشي. عمرو بن العاص اصبح مقرب للنجاشي جدا. نيجي بقى لقريش بعد ما اظهرت معاداتها للدين الاسلامي وايذائها للمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم سمح للمسلمين ان هم يهاجروا للحبشه، فكانت الهجره الاولى للحبشه. بالفعل قرر المسلمين وما بينهم جعفر بن ابي طالب يهاجروا من مكه الى الحبشه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان النجاشي معروف بعدله وحكمته. ولكن قريش ما رضتش تسكت على الوضع دوت، وقررت ان هي ترجع المسلمين من الحبشه لمكه. بس ليه قريش عايزه ان المسلمين يرجعوا من الحبشه وهي خلاص قررت ان هي تتخلص منهم وتسيبهم ان هم يهاجروا؟ في اسباب كتير، عد معايا. اول سبب، قريش خافت على سمعتها ما بين القبائل. يعني ازاي قريش تعذب اهلها وناسها وتحارب في بعضها، وازاي تفقد السيطره على المسلمين ويسمحوا ليهم بالهجره من مكه الى الحبشه. ثاني سبب، قريش كانت عارفه على الدين الوثني، والدين الوثني كان بيتشابه مع الاسلام، فخافوا ان المسلمين ينشروا الاسلام في كافه الحبشه. ثالث سبب، زعماء قريش كان لهم تجاره كبيره جدا في الحبشه، فخافوا على التجاره بتاعتهم وخافوا ان ينقطع الاتصال ما بينهم وبين ملك الحبشه. فزعماء قريش قرروا ان هم يرجعوا المسلمين من عند النجاشي، فقرروا يبعتوا له عمرو بن العاص، لان هو كان مقرب للنجاشي جدا، وكان معروف بذكائه ودهائه، وكان هو لسان قريش في الوقت ده. وبالفعل عمرو بن العاص راح للنجاشي، وكلنا عارفين المناظره اللي دارت ما بين عمرو بن العاص وجعفر بن ابي طالب، والنتيجة فشل عمرو بن العاص ان هو يرد المسلمين من عند ملك الحبشة، وتتوالى الاحداث ويأذن الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يهاجر سرا من مكة الى المدينة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم برفقة صاحبه ابو بكر الصديق من مكة الى المدينة. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل للمدينة توالت الاحداث، واعداد المسلمين بتكبر وقوتهم بتنتشر، وتتوالى الاحداث في غزوات بدر وغزوات احد وغزوة الاحزاب. فعمرو بن العاص قرر ان هو يسيب امر محمد لقريش، فقرر ان هو يسيبهم لنفسهم وان هو يهتم بالتجاره بتاعته، فاراد ان هو يكبر التجاره بتاعته. عمرو بن العاص قرر الهجره للحبشه بعد ما قال لخالد: الهجره بعيدا عن محمد وعن العرب، فلا اريد ان يكون لي بعد سهما فيما يكون بين محمد وقريش والعرب، حتى ينقضي هذا الامر له او عليه، فان كانت خصومته شرا فقد تحملت ما يكفي، وان كانت خيرا فقد قضيت نصيبي منه.
بعد فترة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعت عمرو بن أمية الضمري في شأن جعفر وأصحابه لملك الحبشة. كان عمرو بن العاص في الوقت دوت كان مع النجاشي في الحبشة. فعمرو بن العاص لما شاف عمرو بن أمية الضمري عند النجاشي كان عاوز يقتله انتقاما لقريش فيما فعل بهم عمرو بن أمية الضمري. عرض الفكرة على النجاشي وقال له: ائذن لي بأن أقتل عمرو بن أمية. فالنجاشي غضب منه وقال له: أتريد أن تقتل نفسا جاءني في رسالة من نبي يوحى إليه؟ فعمرو بن العاص استغرب، قال له: ازاي انت عرفت ان هو نبي يوحى اليه؟ اهو صادق؟ فالنجاشي رد عليه قال له: ويحك يا عم اتبعه فانه والله على حق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فهنا بذرة الإسلام بدأت تنمو في صدر عمرو بن العاص، وبالفعل أراد إن هو يعلن إسلامه على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول قرر إن هو ينزل قريش، ولكن كان خايف ينزل يقابل زعماء قريش لأن هو سابهم في وقت هم كانوا محتاجينه، فقرر إن هو يقعد على ضواحي مكة. وبرضه في نفس الوقت خالد بن الوليد بدأ يفكر في الإسلام بعد ما قرأ الرسالة بتاعت أخوه الوليد بن الوليد لما قال له: استدرك ما فاتك فقد فاتتك مواطن كثيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة كان سأل الوليد بن الوليد أخوه فين؟ قال له: ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولفضلناه على غيره. وهنا بالفعل خالد بن الوليد عزم ان هو يعلن اسلامه وقرر يهاجر من مكة الى المدينة. بالفعل انطلق خالد بن الوليد من مكة الى المدينة، وهنا اتقابل مع عمرو بن العاص، والاثنين لما اتقابلوا محدش فيهم كان عارف نية التاني. وهنا عمرو بن العاص بيسأل خالد بن الوليد بيقول له: أين يا أبا سفيان؟ فرد عليه خالد بن الوليد قال له: والله لقد استقام المنسى وإنه لنبي. فقرر الاثنين إن هم يأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وكان معاهم عثمان بن طلحة. فانطلق عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وقرروا ان هم يسلموا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا للمدينة استقبلهم المسلمين هناك احسن استقبال، وكانوا فرحانين جدا باسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. فهنا اسلم خالد بن الوليد على ايد النبي صلى الله عليه وسلم ونطق الشهادتين وقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. وهنا عمرو بن العاص لما جه اسلم قال له: انا هشترط شرط على اسلامي. قال له: ايه هو الشرط بتاعك؟ كان الشرط بتاع عمرو بن العاص عشان يسلم ان هو يغفر له ما قد سبق. فتمثل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الإسلام يجب ما قبله، يعني الإسلام بيمحو ما قبله. وبعد ما خالد بن الوليد وعمرو بن العاص أعلنوا إسلامهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمتكم مكة بأفلاذ أجبادها. وبعد إسلام عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. يعني عمرو بن العاص كان مخلص جدا في الإسلام بتاعه، وكان الإيمان بتاعه قوي جدا. أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد مع بعض في نفس الوقت قبل فتح مكة سنة 8 هجرية. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شارك عمرو بن العاص في حروب الردة، وكان له دور في تثبيت الإسلام في شبه الجزيرة العربية. وكان عمرو بن العاص أحد القادة اللي عينهم أبو بكر الصديق في فتح الشام، وكان بجانب أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. وظهر دور خالد بن الوليد الكبير جدا في فتح الشام. وعمرو بن العاص برضه كان قائد من قواد المسلمين في المعركة اللي كانت نقطة تحول في جيوش المسلمين، وهي معركة اليرموك. نيجي في عهد عمر بن الخطاب. بعد ما عمر بن الخطاب فتح فلسطين وهو راجع بالجيوش الإسلامية إلى المدينة المنورة، عمرو بن العاص شاور على عمر بن الخطاب إن هو يفتح مصر، إن هو كان شايف إن مصر ليها ثروات كبيرة جدا وكان ليها موقع متميز، وبرضه كان خايف إن البيزنطيون يستخدموا مصر كقاعدة علشان يحاربوا بيها للشام. كان عاوز يأمن حدود الشام من جهة مصر. فعمر بن الخطاب كان متردد، وبعد تردد كبير جدا من عمر بن الخطاب وافق، بس بشرط عمرو بن العاص ياخد 4000 جندي وما يطلبش منه المدد، لو استعصت عليه يرجع بجيش المسلمين. فبالفعل عمر بن الخطاب بعد 4000 جندي بقيادة الزبير بن العوام علشان يبقى تحت قيادة عمرو بن العاص. فعمرو بن العاص دخل مصر عن طريق سيناء سنة 20 هجرية، وعمرو بن العاص كمل الفتوحات بتاعته عن طريق شمال مصر، فهجم حصن الفرما واستمر القتال فيه حوالي شهر. وبعد حصن الفرما فتح بلبيس، وهنا برضو لسه ما تمش الفتح الاسلامي لمصر لان كان لازم يستحوذ على الاسكندريه، وكان وقتها الاسكندريه عاصمه مصر تحت ايد الرومان، فحصر الاسكندريه لمده طويله جدا. بعد كده عامل معاهده الاسكندريه سنه 21 هجريه، وكان من اهم اسباب نصر عمرو بن العاص على جيش الرومان ان المصريين كانوا واقفين في جيش المسلمين. وبعد ما عمرو بن العاص دخل الاسكندريه اصبحت مصر ولايه اسلاميه تحت ولايه عمرو بن العاص. وبعد كده عمرو بن العاص تم عزله من ولايه مصر في عهد عثمان بن عفان الخليفه الثالث للمسلمين، ورجع والي ليها تاني بعد الفتنه الكبرى عن طريق معاويه بن ابي سفيان الخليفه السادس للمسلمين واول ملك في الاسلام. وبكده الفيديو بتاع النهارده خلص. ما تنساش تشترك في القناه علشان تشوف بقى الفيديوهات اللي انا هعملها وبتكلم فيها عن الشخصيات الاسلاميه.